أنا ليا فترة كبيرة بسجل فيديوهات من غير نفس، بس في نفس الوقت بسجل لأني شايف إن الحاجة الوحيدة يعني اللي بطلع فيها اللي في قلبي هي المحتوى بتاعي. تاني حاجة، المحتوى حاجة من ضمن الحاجات اللي عايزة تخدمني في حياتي، فطالما انت مثلا عايز حاجة تخدمك في حياتك فلازم تستمر عليها، حتى لو كنت بقى تعبان زهقان مخنوق لازم ترجع تستمر فيها برضه. كانت بقى صناعة محتوى، بتتعلم مهارة جديدة أو أي مهارة تانية، بتتمرن، وكمان أنا بتمرن برضه. ولما بكون مثلا زهقان برضه مليش نفسي أتمرن، فجأة كده بقول مثلا هعد 5 مع نفسي وأقوم أتمرن. من مسافة ما بقوم بسخن بس بلاقي نفسي بقى مودي اتغير وخلاص بدأت أتمرن، وممكن أقعد ساعة ساعة وربع بتمرن. فهي الفكرة بس بتبقى في أول 10 ثواني كده إنك أنت تقوم فيها وتتمرن أو تقوم تبدأ في الحاجة اللي أنت كنت شغال عليها. لكن الزهق ده والمزاج وكده، فلو الواحد بص على المزاج واللي هو أنا مزاجي مش حلو دلوقتي، ف50-60% من الحاجات اللي أنت بتعملها ممكن تبطلها وهتقطعها لو بصيت يعني على المزاج. وبعدين كمان في حاجات انا عرفتها من ناحية المزاج، يعني هي اللي بتظبط المزاج، واهم الحاجات دي هي انك انت بتنام في وقت ثابت، وخصوصا بالليل. يعني الميعاد ده لازم يكون بالليل عامة، لان بالليل معروفة بالليل بتبقى الدنيا ضلمة والجسم والعقل بيستفادوا، مفيش نور حواليك، مفيش دوشة، بتبقى نايم، فبتصحى الصبح تلاقي نفسك نشيط وقادر تعمل اي حاجة قدامك هتقدر تعملها. لكن من ضمن الحاجات اللي بتبوظ المزاج هي السهر، وبتخليك تكسل بقى عن المهام اللي انت عايز تعملها. بس فالنصيحتين بس اللي انا بقولهم في الفيديو ده، مع اني انا يعني مظبط، فالنصيحتين بس انك انت تحافظ على ميعاد نوم ثابت وخصوصا بالليل. تاني حاجة انك انت تعمل الحاجة، تجبر نفسك تكمل في الحاجة بغض النظر عن مزاجك عامل ازاي. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، ومتنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.